حكايتنا النهاردة عن أم بتتجوز شخص من قرية ملعونة، ولما بتخلف بنت بيخطفها أقوى شيطان على الأرض علشان تجيب له وريث، لكنها بتحارب كل حاجة علشان تنقذ بنتها. بس قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما تنساش تصلي على النبي، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلك كل ملخصاتنا. بيبدأ فيلمنا في قرية شاندربور بطقوس كبيرة لاستقبال مولود جديد، والكل بيبقى مترقب المولود ده هيبقى ايه، وده مش علشان لأنهم قلقانين، ده لأن قريتهم ملعونة وكل بنت بتتولد فيها بتتقتل وبتتقدم قربان، وبتكون الأم متألمة جدا، وبعد الولادة الداية بتقول إن المولود ولد، فالكل بيفرح جدا. ولكن الفرحة دي بتختفي لما بتعرفهم إنها حامل في توأم، وبتعرفهم إن في طفل تاني لسه ما اتولدش، وبتفضل الطقوس مستمرة لحد ما الطفل التاني بيتولد. ولكن الصمت بيملى المكان لأنها بنت، وبيروح بشكاش الأب وبيسمي الولد شوفنكار، وبياخدوا البنت من الأم اللي بتترجاهم يرحموا بنتها ويسيبوها عايشة، ولكنهم بياخدوها وبيدخلوا الغابة وبيقتلوها وبيقدموها قربان. وبعد 40 سنة من اليوم ده بنشوف شوفنكار بعد ما اتجوز أمبيكا حبيبته وخلف بنت اسمها شويتا، لكنه كان خلاص ساب القرية بسبب كرهه ليها، وحياته ساعتها كانت مستقرة. ولكن بنته كانت كل شوية تطلب منه يخليها تزور القرية بتاعته، فطبعا كان بيرفض من غير ما يقول السبب. وفي يوم البنت بتبقى مصرة جدا، فبيقول لوالدتها انهم لازم يعرفوها الحقيقة، وبيكون قلقان عليها. وفي نفس اليوم ده بيجيله خبر وفاة والده، وبيودع مراته وبنته كمان وهي نايمة، وبيروح علشان يحضر الجنازة. وبعد الجنازة بيحس انه مش طايق يقعد في القصر، وبيطلب من جديف صديقه وعمدة القرية في نفس الوقت يشوف له مشتري للقصر بتاعه. وبيكون جديف مش عاوز يعمل كده، وبيقول له ان القصر ده ورث عيلته والمفروض يحتفظ بيه. لكن شوفنكار بيقول له انه بيكره القرية كلها ومش عاوز يحتفظ بأي حاجة وسط الشياطين دي، وبيتصل بمراته وبيعرفها انه هيرجع بعد ساعة، لكنها بتقول له يبات عنده لانه اكيد تعبان. لكن هو بيرفض وبيقول لها انه مش مرتاح ابدا. وهو خارج بينادي على واحد من اللي بيشتغلوا عنده اسمه فيمال، وبيقول له يخلي باله من القصر ولو احتاج اي حاجة يتصل بيه. بس بيتشنكل في فرع شجرة وفي جزء منه بيلزق في الكوتش بتاعه. وبعدها مراته بتروح تطمن على بنتها وبتلاقي الايباد بتاعها شغال، ولما بتمسكه علشان تقفله بتتفاجئ بيها رسمة شجرة كبيرة، وبتبعت الصورة لشوفنكار، فهو بيشوفها وهو سايق. واول ما بيفتح الصورة بيتخض وبيتصل بيها وبيسألها هي شافت الرسمة دي فين، وبتكون انعكاس الشجرة دي ظاهر في المراية بيبص عليه. وأمبيكا ما بتكونش سامعة منه حاجة بسبب الشبكة، فبيتوتر وبيشرب سيجارة وبيفتح الشباك علشان الدخان. ولما بيلاحظ جذع الشجرة اللي لازق في الكوتش بتاعه بيحاول يشيله والسيجارة في بقه، وفجأة في جذوع شجرة بتمسك في ايديه الاتنين وبتدخل العربية من كل مكان، وبتلف الجذوع دي على جسمه كله، والسيجارة بتقع منه والعربية بتولع نار، وطبعا هو بيتحرق جواها. وتاني يوم الشرطة بتلاقي جثته وبتفترض ان السيجارة لما ولعت في العربية هو مات. وبتسافر مراته وبنته للقرية وبياخدوا عزاه، وجوديف بيقول لهم انه جنبهم لو احتاجوا اي حاجة، وبيعرف امبيكا ان شوفنكار كان عاوز يبيع القصر، فهي بتقول له انها عارفة وبتطلب منه هو يقوم بالمهمة دي. وبترجع هي وبنتها من القرية وهما الاتنين مش قادرين يصدقوا انهم خسروه في لحظة كده. وبتفضل امبيكا تشوفه بيتحرق في احلامها لمدة 3 شهور، لحد ما بيتصل جوديف بيها في يوم من الايام وبيقول لها انه لقى سمسار كويس، وبيطلب منها تروح له علشان يخلصوا الاجراءات، لكنها بتطلب منه انه يهتم هو بكل حاجة وهي هتدفع له فلوس مقابل تعبه، لكنه بيرفض وبيقول لها انهم زي عيلته بالظبط وانه عايز تكون موجودة لان دي كانت رغبة جوزها. وبيقول لها ان الافضل ان الاجراءات تحصل قدامها. ولما بنتها بتعرف انها تسافر بتصر تروح معاها، لكن والدتها بترفض طبعا، وبتقول لها انها هتقعد مع خالتها ريتي يومين لحد ما تخلص كل حاجة. بس شويتا بترفض وبتقول لها ان باباها برضه كان مسافر يومين ومرجعش تاني ومش هتسيبها تروح هناك لوحدها ابدا، فبتضطر انها تاخدها معاها. وبيستعدوا للسفر، واول ما بيوصلوا قدام القصر امبيكا بتشوف جوزها بيفتح شباك وبيبص لها، فبتتخض وبتكون هتخبط بنت الناس اللي بيشتغلوا في
القصر، وبتنزل تعتذر لها بسرعة وبتعرف ان اسمها أمبيكا واهلها بيزعقوا لها، بس أمبيكا بتعتذر وبتقول انها هي اللي غلطانة وبنتها بتدي لديبيكا شوكولاتة. وبعدها بيدخلوا القصر والبنت دي بتفضل تبص على شويتا نظرات غريبة، وبعدها ديبيكا بتاخد شويتا توريها القصر، وبعدها أمبيكا بتسأل فيمال ليه المعبد ده مقفول، فبيقول لها ان التقاليد عندهم بتخليه مقفول لحد ما حد يحلم بالإلهة كالي، وانه ساعتها بيفتحه بنفسه وبيعمل طقوس العبادة. وبيقول لها انها ما ظهرتش في احلام اي حد من 40 سنة. وبعدها بتسأله هو بيشتغل في القصر ده من امتى، فبيقول لها ان والده اشتغل في القصر ده 50 سنة وهو وناديني مراته كملوا بعده، فبتطلب منه يخليها تقابل والده، فوالده ما بيكونش بيتكلم ولا بيرد عليها بأي حاجة. وبتستغرب شويتا ان ناديني مش حباها، وبتستغرب اكتر لانها ما بتبقاش عارفة السبب ايه. وبعد العشاء والد فيمال بيدخل عليهم فجأة وبيقرب من شويتا وبيقول لها ان كلهم هيموتوا بسبب اللعنة، وبيكمل كلامه وبيقول لها ان محدش هينقذهم، وبيجي ابنه ياخده وبيعتذر لهم، وبيقول لها انه ما بيتكلمش بقاله سنين ومش عارف هو بيقول ايه. وأمبيكا بتطلب من بنتها تفضل جنبها وما تروحش اي مكان من غير ما تعرفها. ولما بيناموا الشجرة بتترسم على الايباد لوحدها وفي ناس غريبة بتدخل من الشباك. وتاني يوم جوديف بيزورهم ومعاه السمسار، وأمبيكا بتطلب منه يخلص الإجراءات في أقرب وقت، بس السمسار بيقول لها إن القصر ده مش هيجيب مبلغ كويس لأن أهل القرية بيقولوا إنه ملعون، وبيقولوا كمان إن فيه ساحرة بتاكل الأطفال. فجوديف بيتخانق معاه علشان ما قالوش الكلام ده. وفي نفس الوقت ده ديبيكا وشويتا بيبقوا بيلعبوا مع بعض، وديبيكا بتشوف رسمة الشجرة وبتسأل شويتا هي راحت الخرابة إمتى، بس شويتا ما بتكونش فاكرة انها رسمت الشجرة ولا شافتها قبل كده. وبتطلب من ديبيكا انها توديها هناك، بس هي بتخاف وبتقول لها ان كل اهل القرية بيقولوا ان هناك في شيطان ولو راحوا هناك اهلها هيعاقبوها. بس شويتا بتقول لها ان دي كلها اساطير تترجاها علشان توريها الشجرة. فبتاخدها ديبيكا من باب سري في القصر لان الخرابة وراه، وبتشاور لها على مكان الشجرة بس بترفض تقرب منها. وبتقرب شويتا من الشجرة بس والدتها بتيجي تزعق لها لانها ما استأذنتش منها، وبتحس ان في حد بيراقبهم، وفعلا بيكون في واحدة وراهم شكلها غريب وبتتحرك بسرعة حواليهم، وطبعا ما بتلحقش تشوفها. وناديني كمان بتيجي تزعق لبنتها وهي خايفة جدا عليها، وبتكون متعصبة لانها ماشية ورا شويتا من غير اي تفكير، وبتاخدها على أوضة لوحدها وبتفضل تبخر فيها، وبتقول لها ما تفتحش الشباك ولا تتحرك من مكانها لحد ما ترجع لها. وبتفضل البنت في الأوضة لحد ما بتنام على الأرض، وبيتفتح الشباك لوحده وبتصحى بتلاقي الشيطان اللي قتل شوفنكار قدامها، وجذوع الشجرة بتحاوطها في الأوضة وبتمسكها وبتفضل تضرب فيها في الحيطان. وبياخدها الشيطان ده وبيختفي، ووالدتها ما بتلحقهاش وبتفضل تعيط وبتقول إن الشيطان خطف بنتها، وبتقول لشويتا إنها السبب، وبتفضل تقول إن القصر ده ملعون وإنه هيرجع تاني وهيطارد شويتا، وبتدعي على عيلتهم. وبتتصل أمبيكا بجوديف علشان يدوروا عليها، وفعلا بيوصل مع ضابط اسمه شيكو، وبتقول له ناديني إن الشيطان خطف بنتها، وبتقول له كمان إنها مش أول بنت تتخطف، وإن في بنات كتير في سنها أول ما بيتموا 13 سنة بيتخطفوا وبيرجعوا بعد كام يوم. ولكن أهل القرية بيلوموا شوفنكار وبنته، وبتقول لهم أمبيكا إن لو ديبيكا فعلا في الغابة هتروح تدور عليها بنفسها. فجوديف بيحاول يمنعها وبيقول لها إن البنات بيرجعوا لوحدهم، وإنها لو راحت مش هترجع تاني، بس هي ما بتسمعش كلامه وبتدخل الغابة مع شيكو، وبتفضل تدور عليها لحد ما بتشوفها ساندة على الشجرة، لكن لما بتقرب منها ما بتلاقيهاش، وبيكون في وش غريب على الشجرة دي، وبتفضل تنادي عليها بس محدش بيرد. وبتظهر ديبيكا في كهف جنبها وكأنها شبح، وطبعا أمبيكا ما بتشوفهاش وبتدخل الكهف وبتدور عليها، وبتسمع صوت عياط أطفال كتيرة، ولكن أول ما شيكو بيروح لها الصوت بيختفي، وهو بيقول لها إن مفيش أي صوت وديبيكا مش موجودة، وبيقول لها إنهم لازم يرجعوا. ولما بترجع بنتها بتسألها ليه أهل القرية بيقولوا إن باباها هو السبب وإن اللعنة دي بسببهم. وهنا أمبيكا بتعرف إنها لازم تحكي لها الحقيقة، وبتقول لها إن في أسطورة بتقول إن كان في شيطان قوي جدا وبيحارب الآلهة وكان بيهزمهم، وده كله كان بسبب إن كل نقطة دم كانت بتنزل منه كان بيتولد منها شيطان جديد، وهم استعانوا بالإلهة كالي وهي كانت بتحاربه، وكانت بتشرب الدم اللي بينزل منه قبل ما يلمس الأرض. كان في نقطة دم واحدة بس وقعت على الأرض، وبالتحديد
وبالتحديد النقطة دي وقعت في تشاندربور، ومنها اتولد شيطان اسمه أمساجة، لكنه ما قدرش يخلق شياطين تانية من دمه، وعلشان كده كان بيخطف البنات وبيحاول يخليهم يخلفوا وريث ليه، لكنهم ما كانوش بيستحملوا ده. ووقتها في عابد اتوسل للآلهة تديله قوة يهزمه، وفعلا ده اللي حصل، ولقى سولجان مبارك وهزمه. ولكن أمساجة كان مستخبي وفضل مستني لحد ما العابد ده خلف بنته وخطفها، لأنها وارثة طاقة قوية جدا من باباها، وإنها هي البنت الوحيدة اللي هتستحمل ابنه. فباباها لما لقاها كانت حامل في ابن الشيطان ما كانش قدامه غير إنه يقتلها، لأنها لو خلفت الطفل هيكون شيطان وهيأذي ناس كتيرة، وإنه ساعتها قرر يضحي ببنته. ولما شويتا بتسأل إيه علاقتها بكل ده، أمبيكا بتقول لها إن عيلتها من نسل العابد ده، وعلشان كده كل بنت بيخلفوها كانت بتتقدم تضحية في طقوس عبادة قالي. ويوم ما هي اتولدت خبوا على جدها، وساعتها قالوا انها ولد مش بنت. وبتكون شويتا خايفة، ولكن والدتها بتوعدها ان طول ما هي عايشة مفيش حد هيقدر يأذيها. وفي نفس الوقت ده بتبقى ديبيكا في الغابة وأمساجة مسيطر عليها تماما. وتاني يوم شيكو بيروح يحقق مع كل البنات اللي اتخطفوا ورجعوا لأهلهم، بس ولا واحدة منهم بتبقى فاكرة أي حاجة خالص. مفيش غير واحدة بس قالت انها شافت واحدة مسنة، وجوديف بيقول انها كانت بتمارس السحر الاسود وعلشان كده اتنفت من القرية دي. ولما بترجع أمبيكا للقصر هي بتظهر لها وبتشاور على القصر، وبعدها بتختفي على طول. فبتروح أمبيكا تدور على بنتها وبتلاقيها مع جد ديبيكا، وبيكون بيحكي لها عن باباها وهو صغير، وقال لها انه تخلى عنهم ومشي، وادى لأمبيكا ورقة قديمة وقال انها تخصه. ولما أمبيكا فتحتها لقت فيها كلام غريب. اول ما قالته بصوت عالي جوزها ظهر لها وقال لها ان دم بنته هينهي على الشيطان، وقال لها ان في كمان صولجان هيهزمه وبيتحول بشكل قالي وبعدها بيختفي. وتاني يوم أمبيكا فتحت المعبد، واهل القرية اتجمعوا وكانوا حاسين ان فتح المعبد ده خير ليهم. وساعتها ديبيكا رجعت هي كمان، ولكنها ما قالتش اي حاجة من ساعة ما رجعت. ولما كل البيت بينام بتخرج من اوضتها وبتكون هتطلع الدور اللي فوق. ساعتها جدها بيمسكها وبيحاول يمنعها، ولكنها بتتحول فجأة وكأن الشيطان لسه مسيطر عليها وبتخنقه. وبتطلع تبص على شويتا وهي نايمة وبتصحيها بهدوء وبتقول لها تعالي نلعب، وطبعا ما بتخليهاش تصحي والدتها. وأول ما بيطلعوا من الأوضة في بنات غريبة زيها بيمشوا وراهم. وبعدها أمبيكا بتصحى على صوت حاجة بتتكسر، فبتجري تدور على بنتها بسرعة وبتشوف الباب الخلفي مفتوح. ولما بتدخل بتلاقي بنات غريبة ومعاهم واحدة مسنة ماسكين بنتها وبيسحبوها على الأرض. ولما بتاخدها منهم بيقولوا لها إن الدور عليها. وبعدها هي بترجع للقصر وبتقول لبنتها انهم لازم يمشوا من هنا. وبعدها جوديف بيقول لها انها لازم تعمل طقوس الالهة قالي لان هي اللي حلمت بيها. فبتقول له ان جوزها كان معاه حق لما قال ان القرية دي للشياطين بس مفيش مكان للبشر فيها. وبتقول له ان كلهم كذبوا عليها علشان يقدموا بنتها تضحية. وبعدها اخدت الشنط بتاعتهم واتحركت بالعربية بسرعة. ولكن في الطريق كل البنات اللي كانوا مخطوفين هجموا على العربية وهم تحت تأثير الشيطان. فحاولت تسوق بسرعة وما تقفش، بس ما كانتش عارفة لحد ما كسروا الإزاز. وحاولوا انهم يطلعوا شويتا من الشباك، لكنها فضلت تلف بالعربية بسرعة لحد ما وقعتهم كلهم على الأرض. وحاولت تتحرك تاني لكن العربية ما اشتغلتش. وفجأة ديبيكا كسرت الباب وسحبت شويتا، وباقي البنات مسكوا أمبيكا علشان ما تاخدهاش، وما كانتش قادرة تتحرك ولا تقوم من على الأرض حتى. وشافتهم بياخدوا بنتها لجوديف اللي كان واضح عليه ان نيته مش سليمة من الأول. وبعدها أخدها واختفى. وبتبقى ساعتها آخر حاجة أمبيكا شافتها قبل ما تفقد وعيها هي الساحرة المسنة. وتاني يوم أهل القرية بيعرفوا شيكو إن كل البنات اللي كانوا مخطوفين اختفوا، وبيقولوا له كمان إن جوديف هو كمان مش عارفين يوصلوا له من امبارح. وقتها هو شك فيه لأن كل البنات كانت بتبص له بخوف وهو بيحقق معاهم، وإن ساعتها مفيش ولا واحدة قالت أي حاجة، وإنه كمان ما كانش عايزهم يدخلوا الغابة. فأخد قوة واتحرك على هناك بسرعة. وبتفوق أمبيكا بتلاقي نفسها في بيت الساحرة، ولما بتخاف منها بتقول لها انها مش عدوتها، وبتقول لها انها كانت بتحاول تنقذ بنتها بس جوديف سبقها. وشيكار بعدها بيلاقي جوديف في الغابة وبيقول له يظهر وشه الحقيقي لانه مش هيصدقه تاني، بس جوديف بيتريق عليه وبيقول له هو ما يعرفش هو مين. وفي نفس الوقت ده الساحرة بتحكي لأمبيكا انها من 40 سنة حلمت بالإلهة قالي زيها، وكانت هي اللي بتعمل الطقوس، وكانت المفروض تقتل اخت شوفينكار، لكنها ما قدرتش تعمل كده وقالت ان ده استحالة
استحالة يكون أمر من الإله ليهم. وجوديف ما ادهاش فرصة وقال إنها ضعيفة وإنها ما كانتش المفروض تكون مسؤولة عن طقوس مهمة زي دي، وقتل البنت بنفسه وبعدها اعتدى عليها وادعى كمان إنها ساحرة ونفاها من القرية. وبيقول جوديف لشيكو إنه لما قتل البنت أهل القرية افتخروا بيه، وإنه كمان بقى عمدة بعد والده، ولكنه غلط لما قتلها لأن أنسجة ظهر له، وإنه ساعتها كان هيقتله لأنه قتل البنت، لكنه قال له إنه قلبه مليان حقد وهيكون خادم ليه علشان ما يقتلوش، وطلب منه إن البنت الجاية في العيلة ما تتقدمش تضحية ولكنها تفضل عايشة لحد البلوغ، وبعدها يجيبها له علشان تخلف وريثه، وهو اللي قتل والد شوفينكارا علشان يرجعه القرية، وبعدها قتله علشان بنته ترجع القرية. ولما شيكو بيسأله عن البنات بيقول له إنه غبي وإن البنات حواليه، وبيرميها على الأرض وبتنزل البنات من على الشجرة، وبيتجسد الشيطان في صورة جوديف. وبتقول الساحرة الأنبيكا إنها لو راحت الغابة هتموت، فهي ما بتبقاش خايفة، المهم إنها تنقذ بنتها وبس، ولكنها بتترجاها تعمل الطقوس الأول علشان تقدر تنقذها. وفعلا بتعمل أنبيكا الطقوس كلها وبتباركها لإلهها، وبتاخد الصولجان وبتدخل الغابة وبتشوف بنتها متعلقة في الشجرة، وبتقول لجوديف يسيب بنتها وإلا مصيره هيبقى الموت، ولكنه بيقول لها إنها ما تقدرش تلمسه، وبيتجمع البنات حواليها وبيهجموا عليها، وما بتبقاش هي قادرة تقتلهم، لكن لما بتلمسهم بإيديها تأثير الشيطان بيروح منهم وبيرجعوا لطبيعتهم، وبتحاول إنها تعالجهم كلهم، وبتاخد الصولجان وبتواجه جوديف، لكن هو بيقول لها انها ضعيفة وبيفضل يضرب فيها، وبيقول لها ان بنتها هي اللي هتجيب وريثه للارض، وان ساعتها شرهم هيملى العالم. وبعدها بتفقد انبيكا وعيها، ساعتها بيروح هو لشويته، بس لما دم انبيكا بينزل على الارض ارواح البنات اللي اتقتلوا بتصحى وبتتهز الارض، والصولجان بعدها بيروح لانبيكا وبتفتح عينيها من تاني، لكن المرة دي بقوة مش طبيعية، وبتكون قوة تقدر تهزم بيها شيطان عايش شره يملى الارض كلها. وبتقول له لو كان هو امساجة فهي اقوى الهة في الارض وبتقدر انها تواجهه، وبيكون اضعف منها بكتير. ولما بيرجع جوديف لهيئته الحقيقية بتخرج قلبه من مكانه وبيتبخر كأنه ما كانش موجود اصلا، وبترجع كل البنات لاهلهم ومعاها بنتها، ولكن الساحرة بتقول لها ان بنتها حامل، وبتعيط انبيكا وبتمسك الصولجان وهي مش عارفة ازاي تقتل بنتها، ولما بتنزل دموعها على الارض بتغمض عينيها وبترفع الصولجان وارواح كل البنات اللي اتقتلوا بتخرج من الارض. وقتها الساحرة بتوقف انبيكا وبتقول لها ان الالهة طهرتهم وانها باركتهم بالصولجان علشان يقتلوا به الشيطان، لكن رجالة القرية الضعفاء كانوا بيضحوا بالبنات. وبتفوق شويته وبتحضنها والدتها، واخيرا بيقدروا يخلصوا من الكابوس ده. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهارده، وحتى لو كانت قصة الفيلم مش حقيقية فاحنا بنتعلم منه ان القوة مش في السحر، القوة في الإرادة. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش كمان اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك ملخصاتنا الجاية.